اعضاء الجمعيه العموميه اقول لهم انتوا احنا دخلنا الانتخابات دي. انا بالتحديد وزملائي دعموني علشان نقول ان نادي الزمالك مش هيجي فيه رئيس بالارهاب، مش هيجي فيه رئيس بالشتيمه، مش هيجي فيه. احنا بنحط نفسنا، احنا ناس محترمين، وانا اعتقد، وانا لما بقول ده انا مش مغرور ولا حاجه، اعتقد ان انا متمسك جدا باني شخص محترم واظل محترما قدام ولادي وقدام اي حد. احنا بندي قدوه، اذا كنا بقينا في مناصب عامه او بقينا شخصيات عامه، احنا بندي قدوه للناس كلها ازاي تتصرف في المواقف دي. احنا ما بنتجاوزش اطلاقا، لكن نعرف نرد عن نفسنا وما ننزلش، ما ننحطش الى مستوى اللي المنافس بيتكلم بيه. فاحنا عندنا هذه القدره ان شاء الله، عندنا القوه ان احنا ندافع عن نفسنا وندافع عن نادي الزمالك وندافع. احنا داخلين نادي الزمالك، داخلين هذه الانتخابات يا اعضاء الجمعيه العموميه عشان ما يبقاش المثل البلدي بتاع القبيحه ست جيرانها يتحقق في نادي الزمالك. احنا بندافع عن نادي الزمالك، بندافع عن اسم نادي الزمالك، بندافع عن ان اللي يمثل نادي الزمالك ويتكلم باسمه يليق بيكم انتوا، يليق بجماهير نادي الزمالك، يليق باسم نادي الزمالك. اتحركوا وتعالوا واختاروا، اذا كنتوا تروا ان احنا على خطا اختاروا الاخرين. التآلف الغير طبيعي ما بين اثنين مرشحين للرئاسه، كان واحد بيشتم الثاني بيقول عليه حرامي، والثاني ما زال في مجالسه المغلقه بيقول ان ده اللي بوظ نادي الزمالك. تآلف غير طبيعي، ان احنا كلنا نقول الناس تبقى ايد واحده، الصلح خير، الكلام ده كويس، بس يبقى على اساس من الصدق والامانه. لكن واحد يقول على الثاني حرامي ولم يعتذر عنه، والثاني في لحد النهارده في مجالسه يقول المغلقه ان ده اللي افسد نادي الزمالك، وقاعدين مع بعض بهذه الروح. فانا بعتقد ان انتم شايفين بنفسكم، ويجب ان يكون لكم موقف. واخد بالك؟ احنا ما نخافش من حد، احنا مكملين في انتخاباتنا. احنا نرى ان مره ثانيه ان هذه الانتخابات ما كان يجب ان تكون، لكن نزلناها عشان كده، عشان ندافع عن نادي الزمالك وما نسمحش للكلمه السيئه والبذيئه ان يكون لها اليد الطولة. في ناس كثيره بعدت عن انتخابات نادي الزمالك عشان الوضع ده. احنا المجلس اللي فات برئاسه الاستاذ ممدوح عباس نجح، والجمعيه العموميه قامت بدور عظيم وجليل في اختيار المجموعه كلها، وانا كنت منهم. انا بعتذر ان احنا ما تمسكناش بالفرصه دي، بس انا بقول ان انا كان ليا حدود كعضو مجلس اداره، حتى لو كنت في فتره نائب، لكن كان ليا حدود. لكن انا كنت عارف ايه اللي يتعمل، انا بدعي ده وبقول ده، واعتقد ان انا مع المجموعه اللي معايا هقدر اعمل ده، وهقدر ان النادي ان شاء الله يعدي المرحله دي والناس دي تبعد منه الى الابد ونخلص منها، ويرجع نادي الزمالك لاولاده المحترمين، ونعلي القيم والمثل لاولادنا اللي تحت، يبقوا شايفين اللي فوق بيتصرف ازاي بقوه بالدفاع عن النادي. اللي ما يدافعش عن نفسه لما يتقال عليه هيدافع ازاي عن النادي؟ يروح يبيع النادي في البث الفضائي، ويروح البيع. ما هم دول اللي عايزين تختاروا كده، اختاروا، ويبقى احنا عملنا اللي علينا. انا بخش الانتخابات دي علشان ارضي ضميري قبل اي حاجه، ان انا دافعت عن نادي الزمالك ودخلت الانتخابات، رغم اقسم بالله العظيم انا كل ظروفي تمنعني من خوض هذه الانتخابات، مش انا وبس، انا واللي معايا. لكن دخلنا الانتخابات، مش هنقدر نسيب نادي الزمالك. اختاروا حد تاني، اوكي، متشكرين جدا، عملنا اللي علينا، ضميرنا مرتاح، خلاص. لكن انا بقول عليكم دورا كبيرا، بطلوا مجامله، بطلوا الاختيارات العشوائيه. وانا على يقين، لان انا حاسس وشايف رده فعل الناس على الندوات اللي حصلت يوم الخميس شكلها ايه، ورده فعل الناس على البرامج التلفزيونيه الغريبه الشكل دي شكلها ايه. فانا على يقين ان الناس شايفه وعارفه وذكيه، واللي شايف ان عضو نادي الزمالك او عضو الجمعيه في مجمله بيشترى او بتاع غلطان جدا، وامل كبير جدا في ان هم هياخدوا موقف محترم مره ثانيه بعد اللي عملوه المره اللي فاتت، وان كان المجلس خذلهم، وانا معترف بده. بسم الله التوفيق. اشكرك.